لو انت طالب وبتدرس وعايز تشتغل اونلاين جنب الدراسة وتقدر تحقق فلوس كويسة بالدولار او بالريال، في الفيديو ده هعرفك ازاي تعمل كده. هعلمك التجارة الالكترونية ولا تداول ولا اي حاجة. التجارة الالكترونية عبارة عن ايه؟ مثلا انت هتخش على زنبيل ده المورد بيبقى عنده المنتج، انت ولا بتمتلك المنتج ولا حاجة. بتخش على زنبيل، اخترت المنتج ده طبعا بعد الريسيرش اللي انت بتعمله. جاهز بيشد الوش البنات كويس جدا. انت مثلا تشتغل في السعودية، هو ب54 ريال عليك. هو تمن الشحن من زنبيل للسعودية 30 ريال. الكلام ده على أي قطعة. 30 ريال سعر شحن موحد، يعني انت كلفة المنتج عليك 84 ريال. تقوم رايح عامل متجر شبه ده على المنتج. تعمل متجر شبه ده، هتبيع المنتج ب125 ريال. قول مثلا المنتج كان عليك 84 ريال وانت بتبيعه ب125 ريال، وانت تكسب الفرق، اللي هو الفرق ما بين مثلا 85 ريال وال125 ريال، اللي هو 40 ريال مثلا. اهو. وبتعمل عروض، ودي البيانات اللي العميل بيملاها وبيطلب. ده متجر معمول. يبقى انت في كل اوردر بتكسب 40 ريال. تاخد المنتج، انت مش معاك اساسا المنتج، انت بس اللي عليك ان انت بتعمل متجر وبتشتغل. ان انت بتاخد المنتج تحطه في المتجر عندك وتحط الفرق. الزبون بيخش بيطلب الاوردر، انت بتاخد الفرق اللي ما بين تمن الاوردر وتمن القطعة اللي انت حاطه عندك. ودي طبعا نتائج المتجر اللي انتوا لسه شايفينه ده. دي نتائج المتجر اللي انت لسه شايفينه، داخلين على 13 ألف ريال. لو عايز تتعلم البيزنس موديل الدروب شيبنج ده كامل، اكتب لي تم في الكومنتات وانا اعلمك ازاي تشتغل وتختار المنتج وتعمل. طب وازاي تجيب الكلاينت اللي هيشتري المنتج، وازاي تعمل متجر، كل ده هعلمهولك بالتفصيل.